اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ ابو جه رمضان جانا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعادة. في بداية الكلام بحب اعتذر لكم عن نبرة صوت جورج وسوف اللي عندي ديت، بس انا للأسف عيان، فبتمنى لكم ان انتوا تدعوا لي ان انا اخف بالسلامة ان شاء الله. فرق ايه بس؟ اصحى على فر وشال الرعاش. كلامنا النهاردة عن شهر رمضان وازاي بنقضي رمضان في مصر، وازاي رمضان ممكن يكون فرصة حقيقية ان انت تقدر تغير فيها حياتك. في بداية الكلام تعالى تخيل معاك السيناريو، كلامي هنا موجه للشباب اللي انت بقالك تقريبا 3-4 سنين بتكرر فيه في رمضان. انت اول يوم بيجي عليك بتبقى ملموم وسط عيلتك، بتستنى تشوف البرامج هتبقى عاملة ازاي، رامز هيجي عليه ايه، او ممكن يبقى بديله. السنة اللي فاتت كان مسلسل الكبير، وبعد كده بتبدأ تعرف المسلسلات اللي بعدها بالتبعية. وايا كان بقى انت شخص رياضي بتنزل تتمرن قبل الفطار او بعد الفطار، او انت شخص مش رياضي فبتستنى بالليل عشان تتجمع مع اصحابك وتتسحروا اول يوم الخ. بس النقط اللي هكلمك فيها هي نقط مهمة جدا انت تقدر تغير فيها حياتك في الشهر الكريم، لان في حاجة مهمة جدا لو فايتاك، فشهر رمضان هو اكتر شهر ممكن انت تحسه مرتب ومنظم في السنة. يعني لو انت طول السنة طلعان عينك وبتحاول تعمل لنفسك جدول عشان تغير فيه نظام حياتك او النظام اليومي بتاعك، فمش هتلاقي افضل من رمضان، لان هو اساسا يوم منظم. انت من صلاة الفجر لصلاة المغرب المفروض اللي انت ولا بتاكل ولا بتشرب، وفي الوقت دوت انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تتشغل باي حاجة تلهيك عن الاكل والشرب، زي مثلا الشغل او انك تعمل عادة مفيدة، او حتى اهم حاجة انك تصلي. بس في الاول وفي الاخر انت عندك وقت كبير جدا انت بتحس ان هو ما بيعديش عشان انت دماغك بتفكر في الاكل والشرب. ايه ده العيش بايت ليه كده؟ الفول ده عيش ماشي، جبنه مربى نخلص على طول. فتعال اقولك على بدايل حلوة قوي ممكن تعملها في شهر رمضان. بس قبل ما اقولك على البدايل تعال اقولك على حاجة مهمة جدا انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها. انت ممكن تكون بتقضي وقت كبير جدا بتحب تتفرج فيه على المسلسلات عشان تضيع وقتك في حاجة انت حابب تكتشفها، او القصة دي بتتكلم عن ايه، او الممثل ده هيطلع بشكله عامل ازاي. خد التقيلة. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل، الكلام ده حلو وترفيه وجميل وكل حاجة، بس في الاول وفي الاخر انا عايز اقولك ان اللي انت بتتفرج عليه ده هو شغل حد. يعني انت تخيل مثلا ان في كاميرا مراقباك من اول ما بتروح شغلك لغاية ما بترجع فقط. فالموضوع كله ان انت هتحس ان انت لو جيت تتفرج على حياتك فانت هتكون حاببها، طب غيرك هيكون حاببها وهيبقى حابب يقلدها ولا لا؟ وهنا اعتقد تكون اكتشفت اول مشكلة عندك. هل انت حابب حياتك اصلا وحاسس انها لو اتعملت فيلم انت هتبقى متشوق تتفرج عليه زي الافلام والمسلسلات اللي بتتفرج عليها، ولا هتحس انها حياة مملة وروتينية جدا؟ فاعتقد ان حل الامور دي هتبقى في ايدك، واعتقد اكتر ان انت لو كنت متردد في انك تفتكر مواعيد الصلاة، او متردد ان انت ترجع تصلي، او خايف او حاسس انك مقصر مع ربنا في موضوع الصلاة، فما اعتقدش ان هيبقى في افضل من شهر رمضان ان انت تحاول تبدأ فيها صفحة جديدة مع نفسك ومع حياتك، وتحاول تصلح اي عادة سيئة انت بتعملها في اليوم. ولو انت شخص مدخن طبعا ما اعتقدش ان هيكون في افضل من ان انت تقعد وقت كبير جدا فيه ما تشربش فيه سجاير، وتحاول تقرص على نفسك بعد الفطار، او تقلل عدد السجاير اللي بتشربها. لو بتشرب مثلا علبة في اليوم فتكتفي بنص علبة او 7-8 سجاير في اليوم، لغاية اما الموضوع يتلاشى معاك لاخر الشهر وتلاقي نفسك بطلت سجاير. طب النقطة الجاية اللي هكلمك فيها ايه؟ لو انت شايف ان انت ضعيف مثلا في اللغة، او في حاجة او في لغة معينة انت نفسك تتعلمها زي الانجليش مثلا، لو حاسس ان انت ملخبط فيه او الدنيا مش ماشية معاك مظبوط فيه، فما فيش مشكلة ان انت في اي وقت انت بتسكرول فيه على الفيس او بتتفرج فيه على التلفزيون او اي حاجة، لو خصصت لنفسك ساعة في اليوم بس ان انت تحاول تتفرج على فيلم اجنبي من غير ترجمة، ويبقى عندك شغف ان انت تحاول تطور نفسك في اللغة، فاعتقد ان شهر رمضان بيوفر لك وقت تعرف تعمل فيه ده كويس جدا. yes 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 no no no. وحاجة كمان حابب اتكلم فيها بمناسبة الكلام على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا زيها زي اي حاجة في حياتك، ممكن تكون كويسة وممكن تكون وحشة.
انت لو جبت تليفونك وجبت في نفس الوقت تليفون صاحبك المتطور او الناجح او الشخص الديني او اي شخصية انت شايفها من وجهة نظرك شخصية كويسة، مستحيل تلاقي ان اللي بيظهر لك هو اللي بيظهر له، لان السوشيال ميديا عادة بتاخد الحاجات اللي انت مهتم بيها او بتحاول تدور عليها دايما، ودايما بتجيب لك فيها اقتراحات. فلو انت شايف ان الفيسبوك بتاعك اخر فترة بقى كل شوية بيجيب لك اشعارات مش كويسة او صور بنات عريانة او ايا كان الحاجات اللي انت بتهتم تتفرج عليها، انا ماليش الحق ان انا اتدخل في خصوصياتك، بس اعتقد ان الحاجات اللي انت بتحاول تتشدلها ديت لو انت مش في المستوى بتاعها او شايف انها في مستوى عالي جدا وانت نفسك توصل للمستوى ده، فصدقني الفرجة عليها عمره ما هيقدم منك ولا هيطورك ولا هيخليك حتى تعرف تعمل حاجة غير ان انت تتفرج عليهم. خلاص بقى، خلاص ده انت غير اسلام وخلاص. فرسالتي ليك في نهاية الفيديو، اوعى تخلي اي حاجة بتشتتك او بتضيع بيها وقتك تتحكم في وقتك وتتحكم في حياتك، عشان بمرور السنين هتلاقي نفسك ضعت وهتلاقي نفسك وصلت لمرحلة انت عمرك ما كنت هتتخيلها. دايما من وانت صغير كنت بتقول انا لما اوصل لسن 25 سنة او سن 30 سنة هكون عامل وعامل وعامل. فانت ايا كان المرحلة العمرية اللي انت فيها فانت لسه في قدامك وقت، واي نجاح حد بيوصل له او اي مرحله كويسه انت من وجهه نظرك شايفها ان انت نفسك توصل لها، هي ما بداتش تضيع وقت او سكرولينج على الفيس او ان انت تضيع وقتك في انك تقعد تتفرج على حاجات او تتابع مسلسلات بس او تعمل، لا عادي خصص لوقتك وقت يبقى بالنسبه لك وقت ترفيهي انت تقدر حتى تستمتع بالحاجه وانت شايفها عشان عارف انك مخلص اللي عليك. في نفس الوقت انت لما تلاقي نفسك بتنجح خطوه بخطوه ده في حد ذاته هيبقى بالنسبه لك نجاح كبير جدا انت عمرك ما هتتخيل احساس سعادتك بيه. وما تقعدش تخلي نفسك نسخة من الناس اللي صعبوها عليك وتقعد تقول لنفسك يعني انا مثلا هسكن في فيلا من الكومباوندات ديت اللي بيجيبوا اعلاناتها في رمضان، ولا انا مثلا هيبقى في جيبي فلوس ان انا اتبرع بيها. ما تركزش في اعلانات رمضان كلها كذب وانفاق وخداع واحنا كلنا عارفين. يا عم خلاص، هي ناقصه كذب وإغراءات علينا، ما احنا عارفين كل الحكايه. والحاجه الحقيقيه الوحيده الثابته في حياتنا واللي احنا كلنا عارفينها ان انت مجرد ما تتعب هتحس بطعم تعبك، وممكن ربنا يكرمك، ولو ربنا ما كرمكش يبقى انت كانت نيتك مش كويسه من الاول. فانت في الاول وفي الاخر ما تقعدش تقول ما انا مش هقعد اتعب واسعى وغيري بيعمل اقل من اللي انا بعمله او نسبه 5% اللي انا بعمله وبيجيله فلوس قد كده اكتر من اللي بيجيلي بمراحل، لان انت كده ولا انت هتبقى مركز في شغلك وهتعرف تستفيد من الفلوس اللي جايلك، ولا انت حتى هتبقى عارف تعمل حاجه غير انك بتركز حوالين اللي انت متابعهم بس. فدي رسالتي لكل الشباب، ان انا اتمنى تكون رمضان بدايه كويسه لينا، ان احنا نحاول نعدل من نفسنا ومن سلوكياتنا، ولو احنا بنشتم طبعا نحاول نمسك نفسنا على قد ما نقدر وبلاش سب دين. انا هنا مش جاي اقول لك احكام او انا جاي انظر عليك او ان انا جاي اقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، انا بحاول بس ابين لك صوره انت ممكن تكون شايفها كويس بس انت خايف تروح لها عشان حاسس ان انت لو رحت لها هتتعب تعب كبير وغيرك اللي ما بيتعبش هينجح. في الاول وفي الاخر كل حاجة قدر واحنا ربنا ما بيكتب لناش حاجة وحشة. اتمنى تكون رسالتي وصلت للناس، ومستني رأيكم طبعا في الكلام اللي انا بقوله. لو حد عنده وجهة نظر مختلفة احب جدا ان انا اسمعها، فمستني رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على ايه؟